صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة كويزين كهينة منال. اليوم جيت نشارك معكم هذه الوصفة الرائعة. درت لكم الخبز التركي، خبز البازلاما. هذا الخبز يجي بزاف خفيف وفارغ من الداخل، وطريقة تحضيره بزاف سهلة، واهم شيء انه يطيب في المقلاة، ما يحتاج فرن ما والو. التمتم يوجد وتمتم يطيب لكم، يصلح ديروه سندويتشات، يصلح تاكلوه مع لي سوب ولا تاكلوه مع اي طبق. على كل حال ننصحكم تابعوا معايا الفيديو للاخير، واذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لنا جيم، والناس اللي ماهيش مشتركه في القناه تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يلحقوكم كامل اشعارات الفيديوهات تاعنا القادمه. يلا بسم الله نبداو مع المقادير. باش نحضروا هذا الخبز الرائع راح نحتاجوا 500 غرام فرينه، كاس ونص ما دافي، 3 مغارف كبار زيت، 3 مغارف كبار حليب لحظه، مغرفه صغيره تاع الملح، عندي مغرفه كبيره خميره الخبز، ومغرفه كبيره تاع السكر. بالنسبه كامل هاد المقادير بالجرام راح تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. ننتقلوا دوكا نشوفوا طريقه التحضير. هنا راح ناخدو ليان اللي راح نخلطو في هذا الخبز، راح نضيفو نصف تاع الكميه تاع الماء هذاك الدافي. كما قلت لكم نديرو نصف الكميه، والكميه الاخرى نخلوها نستخدموها من بعد. نضيف عليها هذيك الملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ونضيف عليها الملعقه كبيره تاع السكر، ونضيف هذوك 3 ملاعق تاع حليب بودره. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش حليب بودره في الدار يقدروا يستغناو عليه، ولكن اوليو يديروا الماء، يعني في مكان الماء يديروا الحليب دافي. راح نخلط كامل هاد المكونات مع بعض بهذه الطريقه. راح نغطيهم بالطرشونه ونخليهم يتفاعلوا من 10 حتى 15 دقيقه، ونعاود نرجع لهم من بعد. انا بعد ما جازوا 15 دقيقه عندي الخليط تاعي راهو تفاعل كما راكم تشوفوا. راح نضيف دوكا باقي المكونات اللي هي الفارينه. راح نضيف هذوك 500 غرام تاع فارينه، ونضيف هذاك الزيت. قلنا 3 ملاعق كبيره. دائما راني نعاود لكم المقادير باش دائما ناكد لكم عليها. ونضيفوا الملح بيان سور ما ننساوهش، وراح نحطهم في العجان باش يتعجنوا. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش العجان الكهربائي دائما نقول لكم تقدروا تعجنوا بيدكم. انا نستخدم العجان لانه يساعدني بزاف في التصوير، يعني ما نضيعش بزاف الوقت. لا غير صراحه كي نكون خارج التصوير يعني عاده نستخدم يديا. العجان هذاك نعجز كاع نجبدو، صح الله غالب لازم في التصوير نستخدمه باش يسرع لي المهمه. و ميم طون راني نعجن احبابي نضيف الماء تاعي بشويه حتى نتحصل على القوام اللي راني حابته. كما نقول لكم دائما الماء ما نضيفوهش مباشره كامل باش ما تجرناش العجينه ونحصلوا بها. هنا كما راكم تشوفوا العجينه تاعي راهي وجدت، الماء كما قلت لكم درت كاس ونص بالضبط. نتوما تقدروا تزيدوا على كاس ونص شويه، كما تقدروا ديروا قل منه بشويه. انا راح نحي العجينه تاعي مليان ونحطها على سطح العمل باش نبدا نسقمها بيدي شويه. نزيدو نطمو العجينه تاعنا بهذه الطريقه، يعني بيدنا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. نحاول انه نشكلها كريه. نسيت ما قلت لكمش بلي القوام تاع العجينه يكون متوسط، ما يكون يابس، ما يكون طري هذاك المتلاصق، يعني يكون القوام تاعها متوسط، ماشي جاري بزاف. يعني ما لازمش نديروها جاريه بزاف باسكو من بعد يصعب علينا باش نرفدو الخبز. راح ناخذ ليان واحد اخر، راح نديرو شويه زيت، ندهنو بشويه زيت باش العجينه تاعي ما تلصقليش فيه، ونحيها بسهوله. ونحطها كيما راكم تشوفوا، ونزيد ندهن لها الوجه تاعها بشويه زيت، ما نكتروش بزاف غير شويه بهذه الطريقه. كما عودتكم دائما احبابي نورمالمون خلاص والفتوا هاد الهضره كامل. نغطوا العجينه تاعنا بكيس بلاستيكي ولا بفيلم اليمونتير، ونزيدوا نغطوها بطرشونه، ونحطوها دائما في مكان دافي حتى يضعف الحجم تاعها. ما تنسوش بلي دوكا برد الحال، يعني راح تحتاج لنا مكان دافي بالبزاف. هنا بعد ما جازت حوالي ساعه ونص صراحه خدت لي بزاف وقت هاد الخطره باش خمرت لي، على خاطر على بالكم باللي راهو البرد. هي نورمالمون نزيد على ملعقه تاع خميره، كي يكون البرد نزيدوا الخميره اكثر، ولا نديروها بكري باش تخمر بغردها. ما شفتوا نحيت العجينه تاعي من الريسيبيون، حطيتها على سطح العمل، ونحاول انه نفرغ كامل الهواء اللي فيها ونديرها على شكل طولي. هنا في الاول بقطعه الخبز راح نحاول انه نقطعها الى قطع متساويه، ومن بعد نوزنهم هكا باش نكونوا سوا بهذا الشكل. قسمتها قبل على زوج، ومن بعد هذاك النصفين هذوك قسمتهم، نحاولت انه نديرهم قطع متساويه. في الاخير بيان سور دائما انا تعرفوني باللي نستخدم الميزان ما نستغناش عليه، وحبيت نوزنهم كامل على وزن 90 غرام للوحده.
حبيت نقولكم بلي 500 غرام تاع الفارينه خرجت لي 9 كريات من العجين بوزن 90 91 غرام للوحده. يعني انا درتهم 91 هكذاك، يعني باسكو في الاخير زدت لهم كامل شويه شويه. هذيك شويه العجينه اللي قعدت لي في الاول وزنتهم كامل 90، ومن بعد في الاخير هذيك العجينه اللي قعدت لي شويه قسمتها كامل عليهم. تقولوا بلي 91 غرام للوحده كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. بعد ما كملت قسمت كامل العجينه تاعي ووزنتها، راح نبداو نجمعها هكايا ونشكلها الى كريات كما عودتكم دائما وراكم تشوفوا في الفيديو. وشنو انا حبيت نقول لكم بلي الحجم تاع هاد الخبيزات راح يجيني متوسط الحجم. تحبوا ديروهم كبار يعني زيدوا لهم في الميزان، تحبوا ديروهم صغار على الحجم اللي درتوه تقدروا تنقصوا لهم في الميزان، يعني الاختيار لكم. انا راح نكمل نشكلهم كامل يعني نسقمهم كامل بهذه الطريقه ونرجع لكم من بعد. راح نجيب صينيه راح نحطهم هكا فوق الصينيه وراح نغطيهم بطرشونه. اهم شيء انه تغطوهم بطرشونه ولا بكيس بلاستيكي، ما تخلوهمش هكاك الهواء باش ما ينشف لكمش الوجه تاعكم وتشكل قشره. يعني خبوهم مليح لو طون نبداو نحضروا هاد الخبيزات، يعني نديروهم مباشره ما نخليهمش يعاودوا يخمروا. طريقة تشكيل هاد الخبز بزاف سهلة وبسيطة. راح نرش شوية فارين على سطح العمل ونبدا نحل هاد الخبيزات بشكل دائري. حبيت نقولكم بركي تكونوا تحلوا فيهم، حلوهم بطريقة لينة، يعني ما نضغطوش مليح على الحلال، جست ما فوق برك نبداو نحلو غير بشوية، ماشي لازم نعبزو مليح على الحلال باش ما نفرغوش الهواء اللي متشكل في العجينة، لانه راح نحتاجوه باش يتنفخ لنا الخبز. راح نحلوهم كامل بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا غير بالعقل، ونحاولوا انه نحافظوا على الشكل الدائري، يعني ما نعوجوهمش بزاف بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. دوك نوري لكم السمك تاعهم اللي راح نحتاجوا له. هنا هذا هو السمك اللي راح نحتاجوه كما راكم تشوفوا، ما راهم رقاق بزاف، ما نخلوهم خشان، لانه لا خليناهم خشان راح يجونا ثقال ويجونا معجنين، بصح كي نديروهم هذا السمك راح يجونا خفاف وفارغين من الداخل. راح نحطوهم في صينيه كنت فرشت لها طرشونه، ومن بعد نغطوهم بطرشونه واحده اخرى من الفوق باش ما يضربهمش الهواء، ونروح نكمل باقي الخبز تاعي. عندي ملاحظه، لو طون اللي نكونوا نحلوا الخبز تاعنا لانه ما ياخذناش بزاف وقت، نكونوا حطينا المقله تاعنا فوق النار ونحطوها على نار قليله ونخلوها تسخن بغردها. وش حبيت نقول لكم، والخبز قبل ما نبداو نطيبوه نخلوه يزيد يخمر شويه، واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. بعد ما سخنت لنا المقله راح نحطوا الخبز تاعنا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. الفرن تاعنا راح نديروه قليل، بون ماشي قليل كامل بزاف، من تحت المتوسط بشويه باش ما تحرقناش الخبز تاعنا، ونخلوه يطيب نخلوه حتى يبدا يتنفخ كما راكم تشوفوا. انا حبيت نخلي لكم الفيديو هكا طويل باش ما نكوبي لكمش، باش ما تقولوش باللي كوبات لنا، يعني قسمت الفيديو بهذه الطريقه. شوفوا الخبز هذا كيفاش يبدا يتنفخ، نخلوه يتنفخ شويه، تبعوا مليح معايا الطريقه. هو ياخذ بزاف الوقت الطياب تاعو، لازم تكونوا تكون عندكم لا باسيونس، يعني يكون عندكم كيفاش يقولوا لها بالعربيه والله راحت لي، لازم يكون عندكم المهم يكون عندكم لا باسيونس. احبابي كيما راكم تشوفوا هنا غير تنفخت لنا شويه مليح، نبداو واش نديرو نضغطوا على هذيك البنبونه اللي تنفخت لنا، نبداو نضغطوا عليها باش يزيد يمشي التنفاخ، خاطش توصل مرحله وين تحبس، حنا ما نخلوهاش تحبس، لازم التنفاخ تاعها يمشي حتى الاطراف كيما راكم تشوفوا. شوفوا كل ما راني نضغط عليها كل ما هي هذاك التنفاخ راه يزيد يتوسع حتى الاطراف بهذه الطريقه. لازم تكون عندكم كيما قلت لكم لا باسيونس، تخدموا غير بالعقل ما تتقلقوش بهذا الشكل وبهذه الطريقه. كل ما راني نضغط كل ما هذاك التنفاخ راه يمشي حتى للاطراف. وشنو نضغطوا غير بالعقل ماشي فور، يعني ماشي بقوه، جوست ابان من الفوق بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. ومن بعد راح نقلبها عفوا على الجهه الاخرى بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا، ونبقى ندور فيها ونقلب حتى طيب لنا من زوج جوايه. انا كيما راكم تشوفوا احبابي زادت نفخت، شوفوا كيفاش تجي خفيفه، شوفوا كيفاش كي راني ندير هكايا باينه باللي جات فارغه وخفيفه. انا راح نكمل نطيبه كامل احبابي بهذه الطريقه، وراح نتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي تاعو.
وانا في الاخير احبابي هذا هو الشكل النهائي تاع خبز البازلامه اللي حضرناه مع بعض. كما قلت لكم هذا الخبز خبز تركي، يصلح ديروه ساندويتشات، يصلح تاكلوه مع لي سوب، يصلح تاكلوه يعني مع اطباق مختلفه كما تحبوا ديروه. على كل حال ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. البنه تاعو وريحته كانت تشهي كي كان يطيب، وكما راكم تشوفوا القوام تاعو يجي بزاف خفيف وفارغ من الداخل، يعني ما نحكي لكمش روعه روعات بالنسبه للساندويتشات. نتمنى احبابي كما قلت لكم تكون عجبتكم الوصفه. ما تبخلونيش، ديروا لي جيم وخلوا لي ارائكم في التعليقات، ويا ريت تخلوا لي تعليق ولو قلب صغير هكا، راح يساعد القناه باش تكبر اكثر واكثر. ما تنسوناش بالبارتاج ايضا. وبالنسبه للاشخاص اللي يتشاهد فيا لاول مره نقولهم ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس قبل ما تخرجوا، بيان سور اذا عجبتكم القناه تاعنا. وصفتنا تاع اليوم احبابي كانت هذه هي، ونقولكم يعطيكم الصحه على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.